السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل أو صباح الفل على حسب ما تشوفوا الفيديو دوت في أي توقيت. استكمالا للفيديو السابق، الفنان رامي جمال طرح مبادرة كده وقال إن يا جماعة فعلا عدد الناس اللي هم معاهم إنتاج أو عندهم قابلية إن هم يستقبلوا أعمال ويدفعوا فلوس قصادها قليل مقارنة بحجم المواهب، وده ممكن يكون حقيقة جدا. يعني أنت لو بصيت على الساحة وقلت لك بتسمع كم حد أنت مثلا كمستمع، ممكن تعديلي 5 6 7، رغم ان في كتير، بس هم انت في 5 6 انت عارفهم، انت بتحبهم، انت بتسمعهم. فالموضوع دوت بدأت انا اتابع واشوف الناس بتكتب ايه. شفت كده شوية اقتراحات لان احنا ممكن ننفذ دوت ازاي. انا جاي اساهم في هذه الاقتراحات واحط رجل الناس كلها على الارض قبل ما يكون في مساعي لتنفيذ مقترح الفنان رامي جمال. مقترح الفنان رامي جمال كان بيقول انت كشاعر، كملحن، كموزع، كمهندس صوت، كمصور، ابدأوا تعاونوا مع بعض وطلعوا الفكرة دي، علشان منها هيجيلكوا شغل ويبقى عندكوا CV، ومنها هيبدأ الفنان اللي هو انت مش عارف توصل له يشوفك لو الحاجة دي نجحت وبقت كويسة ويقولك تعالى انا عاوز اشتغل معاك. وده كلام صحيح 100% ان الشغل بيجيب شغل. يعني انت لما بتنزل شغل، الشغل بيجيلك من ورا شغل. لما بتقعد بالطبيعي محدش بيعرفك، وهو ده حال الدنيا. يعني فاهم ان هي تاخده خماصا وتعود بطونا. الرزق موجود عند كل الناس، بس انت بتسعى له عشان خاطر ايه؟ ربنا يكرمك. في هنا بقى كام نقطة انا حابب اتكلم فيهم. الفن هو عبارة عن طريق، يعني رحلة انت بتاخدها من اولها لاخرها لغاية لما ربنا يمد في عمرك الامد الطويل وتقول انا خلصت وترحل من هذه الدنيا، فبيكون في الارث الفني بتاعك. في النص بقى خلال دوت انت بتمر بتجارب وحاجات كتير جدا بتكون شخصيتك كفنان وبتكون الجمهور بتاعك وهكذا. احنا دلوقتي على ارض فاضية، الناس كلها عاوزة تبدأ تتحرك. معانا الشاعر، معانا الملحن، معانا الموزع، معانا مهندس الصوت، وبندور على المطرب ولقينا المطرب وعاوزين نشتغل. هي الأغنية اللي احنا هنعملها دي هتنزل فين؟ وهنعمل لها تسويق ازاي؟ هقول ان احنا لقينا حد بتاع تسويق مؤمن بقيمة الفن وهيساهم بان هو لما سمع الأغنية وعجبته قال لك انا هسوقها لكم. هو الراجل ده محتاج فلوس عشان خاطر يحطها في الفيزا، عشان خاطر يعمل بروموت للعمل الفني بتاعك، او عشان خاطر لو هينزلوا صفحات يدي الفلوس ديت للناس اللي هي هتنزل دوت وتعمل عليه فيديوهات وتعمل عليه ريلز عشان خاطر ينزلوه. فبقينا دلوقتي بنصطدم في حتة ان الفن محتاج تصرف عليه الاول علشان يصرف عليك. ودي حقيقة. انا علشان اعمل اغنية انا محتاج اصرف عليها، عشان لما الاغنية دي ربنا لو كتب لي فيها القبول والنجاح وعجبت الناس، لما انا بعد كده اجي اشتغل تبقى الناس عارفة الاغنية ديت وانا استفيد منها ماديا. فلو الشاعر والملحن والموزع ومهندس الصوت والمطرب ما معهمش فلوس، هينزلوا الأغنية يسمعوها هم واصحابهم. نيجي هنا بقى للنقطة الكبيرة قوي، مين هم واصحابهم؟ ومين بياخد أكبر استفادة من أغنية بتنزل أو عمل فني؟ في المقام الأول بيكون المطرب، وهو ده حال الدنيا، هو ده اللي في الوش، وهو دوت اللي قدام الناس كلها، وهو دوت اللي بياخد المكسب الكبير كله. فإحنا بقينا عاوزين ندور على مطرب لما ننزل معاه الأغنية يبقى في أمل أكبر، يبقى في بريوريتي أكتر إن الأغنية دي تتشاف. في أصوات جميلة، في أصوات جميلة جدا وكتير جدا، بس تخش البروفايل بتاعه ما تلاقوش بينزل أي حاجة خالص، مش موجود. يعني أنت ذات نفسك تكاد تكون مش هتعرف إن الشخص دوت بيغني. ممكن تلاقي صورة في حفلة ليه لما كان في الجامعة، فبقاله 3 سنين 4 سنين ما نزلش أغنية. فبقينا عاوزين دلوقتي مطرب عنده فان بيست حتى ولو قليلة، عشان لما ننزل عنده الأغنية، عشان احنا معناش فلوس نعمل بروموت، تتشاف. طيب مين بيعمل كده؟
انا دلوقتي شايف ناس كتير جدا مقصرة، لان الوضع دلوقتي بقى يا معاك فلوس فهتعمل بروموت فهتعرف توصل للناس، او هتقعد تنتشر وتقعد تنزل شغل كتير فالالجوريزم يشوفك فيبدأ يبقى عندك ناس. هقترح خطة صغيرة خالص، منها هتعرف اللي هو عاوز يوصل وعنده إرادة ويستحق فعلا انك تستثمر فيه، من ان هو حد شايف ان الدنيا جايه عليا ومحدش بيساعد حد وي 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 وي. تعال قول لأي مطرب صوته حلو وكل حاجة، قول له طب انت محتاج تعمل اكاونت على التيك توك في خلال 3 شهور، في خلال 6 شهور يكون عندك 100,000 متابع حقيقي. هتجيب رينج لايت وبالتليفون بتاعك تصور وتقعد تنزل اغاني، ولو عرفت تطلع لايف ما تفتحش يا سيدي الجوائز والفلوس، احنا مش بنشحت، بس تطلع لايف لو دوت هيساهمك في انك تكون الفان بيز ديت. وشوفوا هيلتزم ولا لا، يعني شوفوا هو هيشوف ان الفن محتاج يجي بقى على نفسه، ان هو يبقى يسيب شغله يخلص شغله يفضي وقت انه يركز في الجزئية ديت وينفذها ولا لا. هتلاقي ان كتير جدا منهم ما بيعملش كده، وهم اصلا يأسين من قبل ما يتحركوا، من قبل ما يعملوا حاجة خالص. طيب ليه انا اتكلمت على المطرب وشايلته هو الموضوع؟ ما هو الشاعر ممكن يكتب القصيدة عنده عادي، ممكن تتسرق فما يرضاش يكتبها، لكن انت كمطرب احنا كفريق عمل عاوزين نشوف قبولك عند الناس ديت ايه، عاوزين نشوف الناس لما بتسمعك بتغني مواطن الجمال والحاجات اللي بيحبوها فيك ايه، عاوزين نشوف مساحات صوتك، عاوزين نشوف انت لو بتغلط في ايه، عشان لما نفصل لك حاجة شبهك. مقترح رامي جميل جدا، بس هو عاوز ناس ناشفة، يعني عاوز ناس تبقى عندها اصرار على ان هي تنجح ولو باقل الامكانيات زي ما انا قلت، لان احنا جبنا الصوت الجميل، احنا الكرو، هو حلو صوته حلو قوي فاهم وبيغني كده في الهواء، بس ما نعرفش الحصة الإيقاعية عنده عاملة ازاي. يعني لو جبنا له اغنية قلنا له غني مع مزيكا، هو هيعرف يغني عليها ولا لا؟ دي نقطة احنا مش عارفينها. فمحتاجين اللي يقول ان انا اتظلمت يطلع الاول دليل ان هو عاوز يبقى موجود. هختم بس بحاجة صغيرة خالص كده. عمرو دياب، هاني شنودة قال الكلام دوت، وعمرو دياب قال الكلام دوت. راح لهاني شنودة لا واقف قدام الاتوبيس كده ومعاه شنطة هدوم، قال له انا جاي معاك القاهرة. قال له يا ابني تيجي فين وتعمل ايه؟ قال له انا جاي معاك القاهرة. هو كده انا هبقى مغني. ايه اللي حصل في الكواليس؟ وقف يغني ورا ناس اكيد. غنى لوحده. ده كان بيغني في مالها ليلي ويغني في مالها ليلي تاني، وصاحب المالها ليلي الاولاني قال له ما تروحش هنا، كان يروح يبعت وراه ضابط وعسكري يقبضوا عليه، فما صدق ان المالها اللي هو صاحبه دوت بيرازيه يتقفل عشان يعرف يغني براحته. فعاوز تبقى فنان وعاوز الناس تدعمك، لو حالك من حال اللي جنبك ومفيش فلوس تصرفوا بيها على فنكوا، انت كمطرب الموضوع في ايدك، محدش هيمنعك ان انت مش هقولك كل يوم ويوم تنزل فيديو، كل اسبوع تنزل فيديوهين وتطلع لايف مرة. شوف بعد 6 شهور بعد سنة هيبقى عندك فان بيز ده قد ايه. انت ممكن من الاكاونت بتاعك ده تعمل بيزنس، تعمل بيه اعلان، تقول في اللايف يا جماعة اللي عنده اغنية اي مناسبة عاوزني اغنيها له، تمام يلا بينا. تثبت ان انت موجود، ان انت عاوز تعمل حاجة. لكن غير كده انا شايف ان الطريق هيكون صعب، وبنصح للشباب يفكروا في الامر دوت علشان ما نعملش الاغنية تنزل فالشاعر عنده 1000، الفيسبوك مثلا هيوصلها ل200،
المغني عنده 500 واحد هيشوفها منهم 100، الملحن عنده 300 هيشوفها منهم 20، ويبقى الموضوع عملنا أغنية كأننا ما عملناهاش. الهدف من الفيديو، ودي شهادة يعلم بيها ربنا، مش إحباط خالص، بس بقول لكم حطوا رجليكوا على الأرض واختاروا الناس الناشفة اللي عندها عزيمة إن هي تعمل حاجة. سلام.